وأعني بذلك الواقع ما ينتظره المسلمون الذين يعلقون آمالا كبرى على علماء الفتوى ودور الإفتاء في التخفيف من هذا الانفصام الذي يتسع مداه ويزداد اتساعا يوما بعد يوم بين حياتهم المعاصرة وحاجاتها وضروراتها من جهة، وبين هذا التيه من التفيقه العبثي الذي يطرق أسماع الناس ليلا ونهارا ويطاردهم حيثما كانوا ليردهم لا إلى يسر في الشريعة ورحمة في القرآن والسنة، وإنما إلى أخلاط من الآراء المتشددة التي قيلت في مناسبات خاصة وتحت ضغط ظروف طارئة ليس بينها وبين واقع الناس الآن صلة ولا نسب. وقد وجد هذا الفقه العبثي، إن صحت هذه التسمية، وجد كتائب موازية من المفتين نجحوا للأسف الشديد في أن يتغلبوا على كل دور الإفتاء في عالمنا العربي، وأكاد أقول على كل مجامع الفقه والتشريع، وأولها مجمع البحوث الإسلامية هنا في الأزهر. ولم يكن هذا النجاح أو هذه الغلبة بسبب من واقعية هذا التفيقه أو عقلانيته أو قدرته على جعل الحياة أيسر مما هي عليه، وإنما بلغ نجاحه ما بلغ بالقدرة على التحرك والمثابرة والنزول إلى الناس بدعاة وداعيات ودخول البيوت في القرى والكفور، إضافة إلى اعتلاء بعض المنابر والتحدث إلى الناس بما يريدون، في الوقت الذي ظلت فيه فتاوى دور الإفتاء وفتاوى المجامع ولجان البحوث الفقهية فتاوى فردية راكدة قاصرة على المستفتي، أو حبيسة مجلدات علمية لا يفيد منها ملايين الجماهير من المسلمين ولا يقدرون على فهمها، أو ظلت رهن مؤتمرات يحدث فيها بعضنا بعضا ونتواصى في نهاياتها بما شاءت لنا أحلامنا من آمال وأمان لا تجد من المختصين من يرعاها أو يتابعها أو يسعى إلى تنزيلها على واقع الناس. واسمحوا لي شيوخنا الأجلاء في مكاشفات الصريحة هذا، وأرجو بل ألح في رجائي ألا يسبق إلى أذهان حضراتكم أنني أقف منكم موقف المعترض أو المنتقد، فمعاذ الله أن أكون كذلك، ومعاذ الله أن يسبق إلى نفسي شيء من ذلك. فأنا أعي جيدا أنني أخاطب النخبة والذؤابة من أهل العلم والحجة في عالمنا العربي والإسلامي، وأنا قبلكم أول من يتحمل نصيبه من المسؤولية في هذا التقصير في جنب المسلمين، ولكني ربما كنت أكثركم التصاقا بالجماهير من البؤساء والبائسات، ومعرفة بما يلحقهم من مشكلات أسرية تبلغ حد الدمار والتشريد بسبب من جمود الفتوى وتهيب الاجتهاد والعجز عن كسر حاجز الخوف من التجديد، حتى ظننت أننا كأهل علم وإفتاء إن كنا على علم دقيق بما نفتي به نصا فإنا مغيبون قليلا أو كثيرا عن محل النص وإدراك الواقع الذي يفتى فيه بتنزيل النص. لا نتوقف عند هذا الواقع ولا نتأمل ملابساته،
ولا نلقي بالا للضرر الذي يترتب عليه، ولا نعي حجم المعاناة الاجتماعية والنفسية التي تأخذ بتلابيب الناس من جرائه. وأضرب لحضراتكم